بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا بقى ايه، خلصنا لحمة العيد. نتضاير على ايه؟ على الدهنة. هنرمي الدهنة. ده الدهنة دي كنز عندنا في البيت واحنا ما كناش عارفينه. كنا بنجيب الدهنة كده في حتة اللحمة نرميها ايام ما كنا بنجيب اللحمة يعني. دلوقتي بصراحة من ساعة ما عرفتها وانا ما عدتش برميها. عندي برتقانية وعندي حوالي نص كيلو دهنة، كيلو دهنة، حتتين دهنة اللي عندك حوشيها كده في الفريزر واعمليها. ماشي، يلا بينا. في حلة نضيفة كده حلوة، وطبعا مقطعة الدهن. احطها في الحلة اهي. والدهنة طبعا احسن دهنة اللي هي بتاعت بيت الكلاوي، اللي هي الدهنة الفصوص دي بتبقى جميلة. طبعا هنولع عليها بقى على النار، ابتدت تسيح اهي. وصفة حلوة، ويعني مش هنخلي فيها ريحة الدهنة اللي احنا ما بنحبهاش دي نهائي. انا من ساعة ما عرفتها وانا ما بطلش اعملها. معلش على الاضاءة عشان الشحن بتاع التليفون ما كانش فيه شحن كتير. طبعا ابتدت تسيح، نزلت عليها ايه حوالي كيلو لبن. برضو يعني انت مش محكومة بكمية، انت وجهة نظرك بتوريكي. هسيبها كده ايه تغلي غلو مع بعضها. طبعا هنا غلت، شايفينها تقلت ازاي؟ مش مشكلة. هنحط لها حتة فلفلاية حارة وورقتين لوري، الفلفل حسب الرغبة. وهنزل عليها ايه ازازة زيت او كيلو زيت، واسيبها بقى ايه تاخد وتدي مع بعضها كده على نار هادية. تنزل كل اللي فيه، ان اللبن ينزل الدسم اللي فيه، والدهن تنزل كل اللي فيها، ويعني والزيت كله كده يختلط مع بعضه. وهوريكم بقى شكلها عامل ازاي. طبعا هنا بقى ايه بدأت تروق معايا، وبدأت اللون الاصفر بتاعها يبان، والدهنة بدأت تصفر معايا، واللبن بدأ يعني ما لقيش الرغوة البيضة بتاعة اللبن دي. عندي هنا بقى البرتقانية اللي هتضيع لي طعم الدهنة اللي احنا ما بنحبهاش. هعصر الغسلة البرتقانية، هعصرها، مش هنزلها بقشرتها، انا هعصرها. مش مشكلة لو في شوية تفل نزلوا ولا حاجة، مش مشكلة. كده كده انا هصفيها. هعصرها حلو كده، وهسيبها بقى ايه تاخد وتدي مع بعضها شوية كمان. اهي شايفينها هي بتغلي ازاي. خلاص هي كده ايه كده خلاص. هطفي عليها. الفلفلاية قلتلكوا تبع الرغبة. انا حطيت لها هنا ايه معلقتين 3 كده سمنة، عشان لو ممكن تحطي منها على الرز حسب الرغبة برضو. لان البرتقانية كده ما خلتش فيها ريحة دهنة ولا حاجة. ممكن تجربوها في حتة صغيرة. هصفيها بقى. شايفين اللون تحت عامل ازاي؟ هي عليها زيت وعليها سمنة وعليها لبن وعليها دهن، خدت من طعم كل حاجة. يعني هتقلبيها مثلا الطبيخ ماشي، مش هتحتاجي بقى تحطي حاجة طعمي بيها. هتقلبيها، هتعملي بقى شوية رز ماشي. كل حاجة شغالة. شايفين اللون بتاعها عامل ازاي؟ حاجة ما شاء الله نضيفة، عملناها في البيت احسن حتى من السمنة اللي احنا بنشتريها. وكده بعد ما حطيتها في التلاجة بردت. جربوها وقولوا لي رأيكم. ما تنسوناش في التعليقات واللايكات. شايفين عاملة ازاي؟ ترميلة ولا احلى، وحاجة نضيفة، حاجة جميلة. احسن من السمنة اللي احنا بنشتريها بقى، والكوليسترول وما ادراكه. ناعمة وجميلة ما شاء الله. وريحتها بصراحة يعني انا ما شمتش فيها ريحة الدهنة خالص. جربوا لو بحاجة بسيطة، حاجة صغيرة بس تحطوا عليها البرتقاناية. هي اللي بتضيع الطعم. ورقة اللوري بتطعمها لي، وقرن الفلفل بيطعمها لي. ولو عندك فلفل اسود حصى حطي فيها. زمان كانوا يحطوا الفلفل الاسود فيها فصوص كده حصى زي ما هو. ما تنسوناش في التعليقات واللايكات. بحبكم في الله احلى اخوات. يا رب تكون الوصفة بتاعتنا عجبتكم، وكومنت جميل ولايك واشتراك اللي ما اشتركش. او بحبكم في الله. كل سنة وانتم طيبين.